المهندس أحمد الخضر، لجنة الإدارة المحلية والبلديات بمجلس الرقة المدني. طريق الرقة الحسكة المار بصباح الخير أصبح طريق حيوي وضروري واستراتيجي يربط مدن الشمال السوري مع بعض بعد الاحتلال التركي لمناطق سوريا الشمالية. أصبح هو الطريق الرئيسي. طبعا هذا طريق مشغول أولي درجة ثانية أو ثالثة، يعني طريق خدمي بسيط يخدم خط البترول لإصلاح الخطوط في حال تعطلها. الآن الطريق نتيجة الكثافة المرورية عليه ضرر كبير، لأنه ما كان مدروس لهذه الحمولات. بناء على طلب الحكومة الإدارة الذاتية أنه بإعداد دراسة، فإحنا دورنا فقط في مجال الدراسة كخبرة هندسية ودراسة فقط، يعني كمجلس رقة مدني استعانوا بنا بتقديم الدراسة. طبعا من قبل الحظر، يعني قبل الشهر الثالث بدأنا بالإجراء الكشوف وأخذ مقاطع وقياسات وإجراء قياسات. استمرت الدراسة أكثر من شهر. أنه الأعمال الترابية وأعمال التسفيت، هناك أعمال صناعية يعني يحتاج إلى بحدود 40 عمل صناعي بين عبارة قصرية وعبارة صندوقية. طبعا الطريق هو مثل ما قلنا مو مدروس إلى درجة الإم، يعني هاي تصنيف الطرق. فإحنا نحاول أنه نزيد من عرض الزفت إلى 7.5 متر. كان هو 6 امتار وبعض المناطق 7 امتار وبعض المناطق 5 امتار. فإحنا بدنا نأهل الطريق حسب الدراسة أنه تأهيل الطريق إلى أن يصبح عرض الزفت 7 امتار، عرض الطريق مع الباكيت 12 متر. طبعا هذا الطريق يحتاج إلى عمل هندسي بحت، إلى جهاز إشراف قوي، إلى متابعة جادة. طبعا هو حيوي وخدمي وضروري. يعني أصبح مشكلة المشاكل هذا الطريق أصبح خطير من عدة نواحي. أولا استهلاك للسيارات، أعطال ضخمة، يعني فمن الضروري أنه إصلاحه. وبناء على هذا الكلام أنه رأت الإدارة الذاتية أنه القيام برصد مبلغ مالي ودراسة المشروع. بالكشف التقديري الكلفة يعني كانت عدد المادة البيتومينية اللي تقدمها الإدارة الذاتية، هي الإدارة ملزمة أن تقدم البيتومين الزفتي، بينما المتعهد المتقدم يقدم باقي الأعمال من قرابية، من تشغيل مجبل بالمجبول الزفتي، من بقايا، من أعمال صناعية. الكلفة يعني بحدود تقريبا 6 مليار. جزأنا الطريق بالدراسة إلى جزئين، جزء من الكرامة إلى مدفع، قرية مدفع بعد صباح الخير بحدود 95 كيلو متر. هذه الوصلة يعني بحدود 2,600,000 تقريبا، 2 مليار و600 ليرة سوري بالليرة السوري. أما الوصلة الثانية من مدفع إلى البانوراما مدخل الحسكة يعني بحدود 60 كيلو، أقل من 60 كيلو، كلفتها كانت بحدود 2,300,000,000. طبعا المشروع أعلن مناقصة، وأيضا المناقصة صدفت أنه بأيام العيد أعطت هيئة البلديات والبيئة مدة إضافية لإتاحة الفرصة للعارضين للتقدم، كون يعني صدفة أيام عطلة. الغاية أنه لإعطاء فرصة أكبر للناس، للمتقدمين العارضين. تقدم مجموعة من العارضين، وطبعا احنا حضرنا فض العروض كمراقبين، نحن أعضاء باللجنة كجهة دارسة أو يعني مهندس دارس. حضرنا فض العروض، رسل المشروع على جهة معينة، وطبعا ما عندنا فكرة، ولكن أتوقع أن العمل سيبدأ قريبا.